اسمه السائل؟ اسمه أفلح بن محمد الرشيدي. صحيح. نعم. إذن هو يسأل عن اسم نفسه فيما نعم. يبدو. صحيح. نعم، الحديث صحيح. نعم. ولكن أكثر أهل العلم على أن النهي عن التسمي بهذه الأسماء إنما هو من باب كراهة التنزيه، لأن العلة ذكرت في هذا الحديث. نعم. فسمرة ابن جندب حينما ذكر هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر معها علتها، قال: لا يسمين أحدكم رباحا يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح. نعم. فإنه يقال أثمه، أي هل هنا يسار إذا نعم. من كان اسمه يسار، فيقال لا يوجد يسار، فلا يوجد يسار. نعم. فهذا يمكن أن يدخل سوء ظن عند الناس، إذ من عادة الناس الفأل